بينما كانت المرأة تحرك بعض الأشياء سقطت منها حبة بطاطس على الأرض عن غير قصد. وصادف أن شاهد أحد المتسولين هذا الموقف. انحنى الرجل والتقط حبة البطاطس ثم أعادها إلى المرأة. تأثرت المرأة بلطفه وظنت أنه طيب القلب، فقررت أن تسمح له بالعمل في مطعمها. لكن هذا القرار بالذات كان نقطة التحول في حياتها، لأن الرجل أثناء تقطيعه اللحم أظهر مهارة مذهلة في استخدام السكين، ما أدهش الجميع من حوله. كانت مهارته تضاهي مهارة الطباخين العالميين. واتضح لاحقا أن هذا الرجل كان في الماضي بطل مسابقة ملك الطباخين، لكن تلميذه حسده على نجاحه فوضع له السم في الشاي. لحسن الحظ نجا الرجل من الموت، لكنه فقد ذاكرته بالكامل، ومنذ ذلك الحين أصبح متسولا. ولعلها كانت بركة من السماء أن جمع القدر بينه وبين تلك المرأة طيبة القلب، فقد رتبت له العمل في مطعمها الخاص. غير أن هذا الأمر أغضب الطباخ الرئيسي كثيرا، لأنه كان يحب المرأة، ورؤيتهما معا جعلت الغيرة تشتعل في صدره، فقرر أن يعلمه درسا. أمره بتقطيع اللحم ووضع له سلسلة من الشروط الصارمة، لكن الرجل أنهى التقطيع قبل أن يكمل الطباخ كلامه، ووضع شرائح اللحم أمامه بإتقان مذهل. انبهر العاملون من حوله وأشادوا بمهارته الفائقة، لكن الطباخ الرئيسي وقد تملكه الغضب انتزع اللحم من أمامه، وبالرغم من جودة العمل أظهر ازدراءه له. ولكي يدفعه إلى ترك العمل بدأ يضيق عليه أكثر، فأمره بخفق بعض البيض، ووضع له شروطا صارمة أخرى: يجب أن يمتزج الصفار والبياض تماما، وأن يتمكن عود الأكل من الوقوف مستقيما في المزيج دون أن يسقط. حينها فقط يعتبر العمل مقبولا. لكن الرجل وقبل أن ينهي الطباخ كلامه أنجز المطلوب ببراعة مذهلة، مما جعل الجميع يثنون عليه من جديد. أما الطباخ الرئيسي فلم يكن ينوي أن يتركه بسلام، فبينما كان الرجل يعمل في ذلك اليوم قاطعه الطباخ بغضب وأمره بإيصال طبق إلى الزبون. لكن الرجل بعد أن رأى الطبق الذي أعده الطباخ وقف في صمت وتفكير عميق. استشاط الطباخ غضبا، لكن الرجل أشار إلى الأخطاء في الطبق وقال بجرأة: إن الزبون لن يكون راضيا عنه. اشتعل غضب الطباخ أكثر وهم بمهاجمته، حتى تدخل العاملون الآخرون وقفوا إلى جانب الطباخ. وفي تلك اللحظة دخلت المرأة لتتحقق من الطبق، فسارع الطباخ إلى خطفه من يد الرجل وقدمه إليها، لكن الزبون ما إن تذوقه حتى لاحظ أن هناك خطأ في الطعم، فغضب بشدة. جرب والد المرأة الطبق بنفسه واكتشف أنه لم يحضر جيدا، فطلب من ابنته أن تذهب إلى المطبخ وتعرف ما الذي حدث. وعندما سألت المرأة من الذي أعد الطبق ظن الطباخ أنها ستثني عليه، فاعترف بفخر أنه من إعداده، لكنها فاجأته بقولها إن الطبق يحتوي على العيوب نفسها التي أشار إليها الرجل من قبل. فارتبك الطباخ وقال إنه بذل أقصى جهده وإنه من الصعب إرضاء الزبون. شعرت المرأة بالحيرة، خصوصا وأن الزبون كان رئيس جمعية الطباخين ويجب إرضاؤه بأي ثمن. فسألت الموجودين إن كان أحد يستطيع إعداد الطبق من جديد، لكن الجميع لاذ بالصمت. وبينما كانت في حيرة من أمرها وقع بصرها على الرجل الذي كان يعمل بهدوء في الزاوية، وتذكرت مهارته المذهلة في استخدام السكين، فقررت أن تعطيه الفرصة. لكن الطباخ الرئيسي كان أول المعترضين، لأنه أدرك أن نجاح الرجل سيهدد منصبه، وحاول أن يخيف المرأة بأن ذلك قد يضر بسمعة المطعم، لكنها لم تعطه الفرصة ليرفض. وسرعان ما بدأ الرجل في إعداد الطبق على طريقته، واضعا في اعتباره ذوق الزبون وتفضيلاته. ما إن رفع الغطاء عن الطبق حتى انتشرت رائحة شهية قوية في أرجاء المكان، فاندفع الزبون متحمسا لتذوقه بعد أن شم عبيره، لكن النادل أسقط الطبق على الأرض قبل أن يصل إلى فمه. اتضح لاحقا أن ذلك النادل كان مرسلا من مطعم منافس لافتعال المشاكل وإفساد سمعة المطعم أمام الزبون، وكان هدفهم أن يجعلوا المطعم يسيء إلى الزبون الكبير ليتوقف عن العمل. ولم يكتف المطعم المنافس بذلك، بل أعلن تحديا علنيا لمطعم المرأة بنظام الأفضل من 3 جولات، على أن يمنع الخاسر من العمل في مجال الطبخ إلى الأبد احتراما لاسم سيد الطباخين.
وافق والد المرأة على التحدي، وبدأت المنافسة بعد فترة قصيرة. كانت الجولة الأولى في مهارات استخدام السكين. أحضر الخصم طباخا عالميا في فنون التقطيع، فأذهل الحاضرين بمهارته الفائقة، ولم يكن في صف المرأة طباخ واحد يستطيع مجاراته، فبدأ الفريق المنافس بالسخرية منهم والتعالي عليهم. تقدمت المرأة بخطى ثابتة وقالت إنها ستشارك بنفسها في هذه الجولة، لكن صاحب المطعم المنافس راح يهينها علنا، مدعيا أنها لا تصلح أن تكون طباخة، بل وتجرأ على التصرف بوقاحة معها. وفي لحظة الأزمة تلك تقدم الرجل الذي كانت قد أنقذته من قبل، وقال بثقة إنه سيخوض هذه الجولة بنفسه، لكن الطباخ الرئيسي في مطعم المرأة صرخ معترضا قائلا إنه ليس سوى متسول، وإن مشاركته ستجلب الهزيمة والعار للمطعم. ما إن نطق بهذه الكلمات حتى انفجر صاحب المطعم المنافس ضاحكا، وسخر من الرجل أمام الجميع، بل حتى الحضور أنفسهم ظنوا أنه سيخسر لا محالة. أما الطباخ المنافس فكان متغطرسا، وقال للرجل: إن ركعت الآن وطلبت الرحمة قد أعفو عنك ولا أهينك أمام الناس. لكنه لم يكن يعلم أن الرجل الواقف أمامه لم يكن شخصا عاديا، بل كان في يوم من الأيام ملك الطباخين في العالم. وبحركة واحدة من سكينه، حركته الأسطورية التي اشتهر بها، غير نظرة الجميع نحوه تماما، وجعل الدهشة تعلو الوجوه من قوة أدائه ودقته الخارقة.